في ناس سالتني، في ناس بعتت لي سالتني على حامد حمدان واحمد القندوسي. كنت اتكلمت عن احمد القندوسي في الحلقه اللي فاتت، ان الزمالك بيفاوض احمد القندوسي. وبعدها الخبر انتشر ان في كلام فعلا مع احمد القندوسي، واخر تطورات حامد حمدان. الحقيقه الموضوع دوت فيه نقطتين. النقطه الاولى، لسه نادي الزمالك ما فكش قيد، ما عملش فك الايقاف القيد اللي عنده، فالزمالك بيتحرك من اتجاه. الاتجاه الثاني، الزمالك بيتحرك مع اللاعب، بيتحرك مع حامد حمدان واحمد القندوسي، مستمر في المفاوضات معاه. طيب، واحد يقول لي انت رايك حامد حمدان هيبقى موجود في الاهلي ولا هيبقى موجود في الزمالك؟ انا بقول لك طبقا لمعلوماتي حامد حمدان زملكاوي. طبقا لمعلوماتي حامد حمدان زملكاوي، وكل شيء وارد. ولكن حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، حامد حمدان متفق ومخلص مع نادي الزمالك. طب بالنسبه لاحمد القندوسي، احمد القندوسي المفاوضات معاه لسه في اولها، ولكن الزمالك داخل فيها بشكل قوي، واللاعب مرحب وموافق على انه يرجع مصر عن طريق نادي الزمالك. ده بالنسبه لموقف حامد حمدان واحمد القندوسي، علشان الناس اللي بعتت سالتني عن الصفقتين دول تحديدا.